تونس مش معروفة كان بتاريخها العريق، أما زايدة هي مسقط رأس العديد من التقاليد اللي تدمج النباتات العطرية في حياتها اليومية. تخيلوا الزعتر كان يستخدم كعلاج في طقوس الاستقبال الملكية. الورد التونسي التركيبة متاعه تدخل في العطور العالمية المشهورة. أما الخزامة كانوا يعطروا به المجالس التونسية القديمة. الزيت العطري اللي يعالج عدة أمراض ويستعملوه في الطقوس الشعبية. ومن التقاليد اللي مازالت لليوم البخور اللي يصنعوه من الأعشاب الطبية مازلنا نستعملوه في مناسباتنا. مرحبا بكم في رحلة إلى قلب الطبيعة التونسية. بلادنا مشهورة بالهريسة، بالتمر وزيت الزيتونة. أما اليوم باش نحكيو على كنز مخفي، صحيح بأقل شهرة لكن بنفس القيمة، واللي هما الأعشاب الطبية والعطرية. من آلاف السنين كانت تونس جسر بين الحضارات. مع كل حضارة مرت زادتها ثراء. الرومان والفينيقيون كانوا يعتمدوا الأعشاب في العلاج وفي التجميل، أما العلماء المسلمون وثقوا فوائد الأعشاب وطوروها. وحتى اليوم في قرانا ومناطقنا الريفية ما زلنا محافظين على تراثنا، نجموا في الأعشاب وننقلوها من جيل إلى آخر. تونس فيها أكثر من 600 نوع من النباتات الطبية والعطرية، بين الزعتر اللي يقاوم الأمراض ويحسن المناعة، للكلير والخزامة اللي يحسنوا لك المود ويهدوا لك أعصابك، للشيح اللي يحلك مشاكل الهضم، الزيت النيرولي ولا الأرنج اللي مش ريحتهم بنينة كهو أما زادا يستعملوهم في مواد تجميل. النباتات الطبية مش مجرد أعشاب للعلاج، أما زادا هي محرك أساسي للسياحة. حتى نلقاو برشا بلايص كيما حقول الأعشاب الطبية ولاو وجهة للسياحة البيئية. ما نساوش زادا اللي هي محرك اقتصادي كبير. حتى نلقاو تونس متصدرة مع أكبر منتجين زيت النيرولي ولا الأرنج في العالم، واللي تصدر فيه فرنسا، ألمانيا واليابان. الشباب التونسي فهم بحث وقيمة هالموارد وبدأ يستثمر في مشاريع كيما التعاونيات الفلاحية البيولوجية والتصنيع والتسويق. هالمبادرات ما تساهمش بركة في الاقتصاد أما زادة تحافظ على البيئة وتخلق فرص عمل جديدة. من جهة أخرى نلقاو برشا من النباتات التونسية مهددة، من جهة بسبب الاستهلاك المفرط، ومن جهة أخرى بسبب التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. التربة تنهك والمناطق البرية تضيق، أما الحلول موجود. من جهة البحث العلمي باش نعرفوا أكثر النباتات متاعنا ونعرفوا كيفاش نستغلوهم، ومن جهة أخرى احنا كمستهلكين عندنا دور كبير. كل ما تشري تونسي مش كان تدعم في اقتصادنا أما زادة تساهم في دعم تراثنا. وزعما علاش هذا كل؟ على خاطر النباتات العطرية ماهيش مجرد أعشاب، هي جزء من هويتنا، تراث أجدادنا، والطبيعة صحة أجيالنا القادمة. كل زهرة وكل ورقة عندها ألف حكاية. زعتر، كليل، خزامة، ياسمين، كل واحدة تزرع زينة في أرواحنا وبركة في بلادنا. خلينا نحافظ عليها ونزيد ننميها على خاطرها مش مجرد موارد أما أمل للمستقبل، قصة حب بين الإنسان والطبيعة. هذا باش خيرنا يمشيش لغيرنا.